أنا بالنسبة لأبو دنيا كل يوم طول ما النصر وأنا عايش والنصر عايش ومباراته في الرياض في أرض الوطن ما نخلي النصر. هذا عشق الطفولة، عرفت؟ بالنسبة لنا بحولي ما تنام عينا اليوم، وإن شاء الله بنفوز بحول الله تعالى. ضمك أندية الوسط دوما تحب تقفل عليك، لكن إن شاء الله نصر بيولي بحولي ما تنام عينا، إن شاء الله بندكهم اليوم وبنفوز عليهم إن شاء الله. طيب الخليج قدم لكم خدمة؟ الخليج قدم خدمة للتاريخ لنفسه وهو يستاهل الخليج. والجيران الله يصلح حالهم ما عادهم بيومهم الجيران، يعني الخليج قضى عليهم وثم نحولوا لقطر ولقوا السد المنيع. هو بعد حلف عليهم والله ما يروحون، مع انها مباراه يقولون فيها اخطاء تحكيميه. انا بطلت اسولف عن اخطاء تحكيميه، لا مع النصر ولا مع غيره، لان نعاني فيها من زمان ما هم اليوم. لكن الجيران سبحان الله مباراه واحده والظاهر يصيحون لذا اليوم، هم يصيحون انه بلنتيات وانه يا جيران يا احبابي، انا والله خذوها مني، صيحوا بهدوء كذا شوي. احنا قبلكم 40 سنه واحنا نصيح وانتم تقول، حتى مدربكم يقول عذر الضعيف اللي ما يقدر على الهلال يقول له تحكيم. وشوفها الان مباراه السد هو اول من بدا مدربهم، عرفت؟ الاخطاء في الكوره يقولون جزء من اللعبه، بس بوجود الفار تعدى جزء من اللعبه، عرفت؟ الكوري اللي جاء للجيران انا استغربت منه صراحه، خاصه اخر دقائق يما غصبوه او راح غصب للفار، ثم راح شاف ثم جاء وصفر والغى المباراه عليهم. يعني ما عطهم زيدهم طيب 10 ثواني ما لحق ثم انهى المباراه عليهم ثم انزعل. طيب يا ابو دنيا بلنتيات الهلاليه يقول واضحه. هي احنا مباراتنا مع القادسيه بلنتيين، اجتمعت امه التحكيميه كلها احنا النصر عنده بلنتيين، لكن ما رجع لها. مو معناتها انت يا جار يعني كل شيء انت بلنتي. هنا في الدوري يعطونك بلنتيات. في اسيا ما اعطاك حكم واحد مو مشكله يا اخي، العام اعطوك 19 بلنتي العام وخذيت الدوري. احنا لنا سنين يا اخي ما في مباراه للنصر تنتهي 90 دقيقه الا يقول لك في بلنتي او اثنين للنصر، غير الاهداف يا اخي. والحين عرفنا بعد يقول لك حتى الفار سبحان الله اتاري يلعبون به لعب الفار، انك تحرك ذا وتجيب ذا وتحط ذا شمال وتحول ذا غرب. احنا والله نبي النزاهه بس. الهلال انظلم مع السد؟ والله هو انظلم. تبي الصدق؟ والله انظلم، بس احنا بغيناه انه يحس مثل احنا لنا سنين واحنا نوجع من ذا قبل الفار وبعد الفار. هو انظلم سبحان الله، وعادت عليها الايام والذكريات، ايام سيدني نشمورة. والظاهر هذا ترى نسيب هذا الكوري ذا ما اخذ بنت نشمورة، لا تستغرب من ظلم الهلال. حاول اذا شلعه من زمان ايام نسيبه، عرفت؟ الهلال فعلا خصن بلنتي سافيتش هذا الاشقر ذا، هذا بلنتي والله ولا عليه غبار حق سافيتش. اما بالنسبه لمترو هو يطيح بالحاله مترو، حتى لو ملمسه يطيح، عرفت؟ هو بعد عنده بلنتي، هم اثنين انا شفتهم. لكن عاد وش اللي حاصل الله العالم من عند الله. ما هي النصر ما هو مسؤول عن بلنتيات الجار مباراة السد، عرفت؟ بس نذوق واللي ذقناه سنين واحنا نعاني واحنا نصيح. انتم يوم واحد ما شاء الله عليهم، بس ترى الجيران اقوياء في كل شيء، الله يعطينا مثل ما اعطاهم القوه ذي. ما عندكم قوه الجيران؟ لا والله النفوذ اللي عندهم ما هي موجوده اللي عندهم. الجار الحكم ما كمل 48 ساعه وقفوه ما وقفوه الا وقفوه يقولوا لا لسه والله. اعلان اعلن الاتحاد السعودي الاتحاد الاسيوي نزل بيان، لكن ما وقفه. ما في لا. انا حسب والله وقفوه، اقول لهم مقدين الجيران هم ما شاء الله عليهم اقوياء، وانت عارفهم انت هالجماعه ذول هم بغوا شيء ياخذونه ما يقدر عليهم الا واحد الاحد. اي والله هم يلعبون كوبا. طيب احد اللاعبين الدوليين السابقين قال فريق الهلال ما يتاثر بالتحكيم. ايوه طيب ليش يصيحون؟ يوم انه ما يتاثر ليش؟ انت ما جبت له جول يا اخي، هدف مثل مباراه الخليج، انا جبت جولين والخليج شلعك بثلاث. يوم انك ما تتاثر بالتحكيم، الخصم مع متعود الهلال دوما سبحان الله، شفت الخصم يدك اما بخمسه واربعه ثم يدخل الشوط الثاني يلعب مرتاح. بس سبحان الله دونس مدرب الهلال الاول الجيران حول يعرف يداويه، والهلال قوته على لاعبين يا اخي غابوا وانفضحوا.
مالكم ونفس. بس الاثنين ذول غابوا وانفضحت الدنيا. يعني الشايب اللي معه ماشي معه بالبركه. جوارديولا يا اخي هو اعظم مدرب، ما عاد هو مثل اول. شوف الحين ترتيبه دور الانجليزي تلقاه الخامس او السادس. قبل امس متقدم باثنين او ثلاث واحد وعادلوه الجماعه، ما عادوا مثل اول. الخطط صارت مكشوفه بالنسبه لجيسوس، بالنسبه لنا والانديه الثانيه. وعرف له والله الخليج صراحه، الخليج العربي. وسبحان الله راعي مطعم الخليج جاته دعايه من عند الله سبحانه وتعالى، باين عليه رجل ذا مبروك. لو بغى يسوي دعايه لمطعمه والله هني يجيب المشاهير الدنيا ذي كلها ما توصل اللي جاتها من الخليج لوجه الله. شويت الخليج وعروض الله يجزاه خير. ليت اليوم يسوي عروض للنصر بعد يا اخي، لان الخليج ترى نص اصفر ونص اخضر، والنصر اصفر وازرق. الله يرحم ابوك يرعي خليج ويكثر خيرك ويرفع قدرك على اللي شفناه منه. اي والله. زين، سؤال اخير، حظوظ النصر في الدوري بعد تعثر الهلال المباراه الاخيره. الاتحاد الان شفت النصر طول، احنا بالنسبه لنا النصراويين والامه النصراويه طول ما احنا عايشين الامل موجود. لسه القائمه الامل في الدوري بحول ما تنام عينه. انا اتوقع مباراه بكره يفاجئنا الشايب. تعرف الشايب من؟ من هو؟ الشايب الشباب، اللي هو الشباب، اعتقد مدرب نادي الشباب. الشباب هو نسميه الشايب. الشايب اي شيخ الانديه هو مسماته، بس انا احب اسميه الشايب. ليش؟ لانه ابو الجار، ابو الهلالي. فبكره بحول ما تنام عينه يا ابو الجار، يا شباب، يا العود، يا شيخ الانديه. بكره بتلعب مع ولدك، اشلع ثم دكه. خلنا نفرح يا اخي. اي والله تبون الجد نبي نفرح يا جار. والله كل ما تاثر في الدوري ترى بنفرح وبنطقطق. وسع صدوركم وخلوكم مثلكم مثل غيركم يا اخي، مو على كل شيء تزعلون يا اخي. النصر انهزم في القادسيه ما خليتوا لنا شيء، وهي حلاوه الكوره اني اطقطق عليك يوم ما تصير مهزوم يا خصمي يا جار. فلا يضيق صدوركم، الله يرحم ابوكم. وان شاء الله بكره يسويها الشايب ابوكم، ثم يدككم، ثم يشلعكم، ثم تستمر هرمون السعاده عند ابو الدنيا.